السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عملت لكم مشبك مصري أصيل ب2 كوبايتين دقيق، 2 بس، ومفيش حاجة أكتر من كده. اللي يقول لي لا ده صعب، لا ده عايز مكونات، والله هما كوبايتين 2 دقيق وسيرب تقيل والقمع يعني 3 حاجات. اللي عايز يعمل بكيس تلاجة ويعرف يتحكم فيه، او اللي هو الكيس حلواني يعرف يتحكم فيه تمام. اللي عايز يعمله بالقمع زي ما انا كده قلت اجرب واشوف، لان دي اول مره اعمل فيها المشبك بصراحه. برضو في حاجه تانية اوريها لكم. بصوا ده كده، ده اللي انا عملته اول 2. بصوا طالعين ابيض، فانا قلت لا، لقيته طري. بصوا طري ازاي، فقلت لا ان انا اعمله مقرمش عشان يطلع حلو، وفعلا طلع حلو جدا والله. اعملوا بس بالتفاصيل اللي انا هقولها لكم، ومحدش يزود ولا ينقص حاجه. كوبايتين دقيق، كوبايتين نشا، معلقه خميره فوريه، نص معلقه بيكنج باودر، معلقه ونص سكر، وربع معلقه ملح. ميه من الحنفيه، محدش يغلي ميه، الجو حر. ميه من الحنفيه، ونفضل نزود 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 ونقلب، نزود ونقلب لغايه ما تبقى زي الطحينه، عجينه سمك الطحينه كده اللي احنا بناكلها. بتبقى اخف من الزلابيه اللي هي لقمه القاضي، ونفس يعني نفس العجينه السمك بتاع الطحينه. بس بنسيبها نص ساعه لان الجو حر، احنا مش هنسيبها اكتر من نص ساعه. بنطلعها، بنكون حاطين زيت ونعمل بالقمع، نحط في بالكبشه في القمع، ونعمل بقى دورانات، نعمل خطوط، نعمل، بس اهم حاجه ان يبقى مدور كده، زي كده بالمنظر ده كده، مدور كده وبيستوي. وبتطلعيه طبعا، بتحطيه جنب 5 دقايق وجنب تاني 5 دقايق، وتطلعيه على السيرب التقيل. السيرب التقيل مع كوبايتين سكر، كوبايه ميه، ونص ليمونه. انا بصراحه ما كانش عندي فانيليا، كان عندي ماء زهر، حطيت معلقه كبيره ماء زهر وطلع روعه روعه روعه، والله العظيم روعه. بصوا بيقرمش ازاي، سامعين صوت القرمشه؟ تحفه والله العظيم، وبألف هنا وشفا. واشوفكم على خير، باي باي.